أجمد كريب رول وبان كيك هتاكله في حياتك عند شوكو الشام، والمكان في العصافرة بحري شارع سليمان الفارسي جنب الملاهي. دكتور ومهندس سوريين جم على مصر ينقلوا خبراتهم الكبيرة ويقدموا لنا حبة حلويات تخطف القلب، والمكان ديكوره هادي وبسيط والأغاني اللي فيه شامية هادية، وكمان الفيدباك كلها حلوة عن المكان وقد إيه هم مبدعين وحلوياتهم مميزة جدا وكلام كتير حلو تقراه وأنت بتتسلى لحد ما الأكل ما يخلص. والمنيو بتاع شوكو الشام حير قلبي معاه، حرفيا بيعملوا أصناف كتير حلوة. شوكو الشام ميزته إنه بيستخدم أعلى الخامات الموجودة زي النوتيلا واللوتس الأصلي، والمنيو عندهم كبير ويحير كل اللي نفسك فيه هتلاقيه موجود. الوافل عندهم طازة ونضيف وريحته جامدة جدا. وهنا طلبنا 3 حاجات: ميني بانكيك كورن فليكس سبيشال، وبانكيك مارشميلو سبيشال، وكريب رول. تقدر تتفرج وتشوفهم هما بيتعاملوا قدامك وهو بينزل على البانكيك بالنوتيلا والوايت وهو نازلة عليها حاجة آخر جمدان، وينزل عليها بميكس الكورن فليكس ومنظر الطبق تحفة وعليها صوصات. والميني بانكيك رايق. ونيجي لأجمد حاجة عندهم الكريب رول، وينزل بسلطة الفواكه على عجينة الكريب، يقطع عليها الموز ويعدي بالكريمة ويقطع الكيك ويحشي جوه الكريب وينزل بالصوصات، وبعدها ينزل بالقشطة العربي اللي مش هتدوق زيها وعليهم رشة أوريو ويقفل الكريب رول. ويا ريته مستكفى على كده، ده غرق الكريب نوتيلا من فوق والوايت شوكليت والكراميل ويرسم الرسمة الحلوة، ويجرنش الطبق بالكريم شانتيه والفواكه وينزل عليها من فوق برشة الأوريو، وأصبح كده جاهز واحد كريب رول ما تختلفش عليه اتنين. ونيجي بقى لآخر طبق وهو البان كيك مارشميلو سبيشال، والشيف يبدأ يجرنش الطبق ويزوقه ويقطع الفواكه الطازة الحلوة ويرصها وينزل بأول قطعة وعليها النوتيلا وبعدين المارشميلو ويغرقها نوتيلا وبعدين الطبقة التانية ونفس الكلام النوتيلا والمارشميلو صوصات الوايت كندر، والطبقة التالتة مش عارفين وينزل عليها بالصوصات بقى. وكان منظر البان كيك جامد. آخر حاجة وينزل ببولة الآيس كريم وعليها نوتيلا وآخر روقان. منظر الحلويات جامدة وحلوة جدا ونضيفة جدا ومتناسقة وحاجة آخر إجراء. ال3 أطباق دول صداع من كتر العظمة. ويدخل كريم بقى على البانكيك مارشميلو سبيشال، وكان سايح على بعض وكان ميكس رهيب لعشاق المارشميلو. لا ولا البانكيك بقى في الايس كريم هياخدك في حتة تانية خالص. ودخلت بقى الاختراع الجبار ده الكريب رول الحلو ده اللي معبي جواه اصناف كتير جدا، حاجة ما شاء الله، شغل عالي. وندوق ونشوف بقى الميكس ده على بعضه بيقول ايه. وبجد كان حلو جدا بأمانة، يعني هما محترفين جدا. من كمية الحلويات دي ما تحسش من حاجة تموع نفسك او تجزعك من الحاجات المسكرة، لا دي الحاجة متناسقة جدا. مش عارف، انا كنت باكل بصراحة، الحلو كان جميل جدا ومموعش نفسي. وهنا بقى الخبرة بتفرق بقى في المعادلة ديت، انه يقدم لك حاجة مظبوطة بأعلى جودة وسعر مناسب جدا للعميل. الطعم مظبوط ظابطة مش طبيعي. ودخل نصر على الميني بانكيك كورن فليكس وكان طعمه حلو قوي. الميني بانكيك عندهم رائع مع الميكس الكورن فليكس، بجد جامد. العجينة بتاعته فريش وطرية جدا وهشة ومظبوطة 100%. بجد شابوه، بجد شوكو الشام مش طبيعي اللي بيقدموه دوت. كانت تجربة رائعة جدا واتمنى انكم تجربوها ومش هتندموا ابدا. ناس محترمين وذوق جدا في التعامل مع الزباين وعندهم اختراعات حلوة. شباب جدع ويستحقوا الدعم. ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جيه.